السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله الفيديو بتاعنا سهل وبسيط. هعمل معاكم طريقة عمل البامية من غير لحمة، وهقولك على مكون لو انت ضفتيه على البامية كأنك حاطه فيها لحمة بالظبط. تمام. وايه البدايل اللي ممكن تحطيها برضو المكون لو المكون ده مش موجود عندك. بس قبل ما ابدا معاكم الفيديو، يا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك حالا ويفعل الجرس عشان يوصله مني كل جديد. زي ما انتم شايفين الباميه كده، بتجيب الباميه. طبعا انت تجيب الحجم اللي يعجبك، يعني حابه تجيبيه صغير ماشي. دي كان جوزي جايبها الحجم ده. طبعا نقيت منها، كان في اكبر من كده نقيته طبعا نقيته وخرطته وحطيته فرسته في الفريزر. اللي بتبقى كبيره عملتها ويكا يعني. تمام. وده الجزء اللي انا عملته في الصلصه. تمام. زي ما انتم شايفين كده، بجيب الباميه بغسلها كويس جدا. دول كان حوالي 2 كيلو باميه. طبعا فيها كبير على وسط على صغير. بشطفها كده مرة واتنين وتلاتة، بشطفها اكتر من مرة. اول حاجة بنقعها كده في مية وتنزل التراب اللي فيها، وافضل ادعك فيها كده كويس جدا. وبعد كده بصفيها واحطها في مصفى واشطفها وارجع تاني احطها في في طبق كده، وافتح عليها المية واسيبها. طبعا عندك شوية خل، بتحط عليها شوية خل. وبفضل ان انا يعني ادعك فيها كده عشان لو فيها اي حاجة، فيها اي تراب، فيها اي حاجة، فيها يعني اي حاجة تنزل مع المية. تمام. بغسلها كويس وبحطها في مصفى وبصفيها وبقمعها طبعا. سهلة جدا. تمام. بجيب الحلة بتاعتي. بحط دي البامية بعد ما اتقمعت زي ما انتم شايفين، ودي الطماطم ضربتها في الخلاط وصفيتها. طبعا بحب اصفي الطماطم، مبحبش احطها كده. بصفيها من التفل عشان خاطر يعني بيبقى التفل طعمه بيبقى شكله مش حلو في الاكل يعني. تمام. ده بقى المكون اللي انا بقول لكم عليه ايه ده. دوت دهنه. كان عندي قطعه دهنه كده في الفريزر. تمام. خرطتها حتت صغيره خالص. حابه تبشريها تمام، ممكن تبشريها عشان ما تبانش خالص في الاكل. تبشريها بقى، تقطعيها، ممكن تسيبها كبيره زي، بس كل ما تصغريها يعني كل ما تنزل القدام بتاعها بسرعه. حطيت حوالي معلقتين 3 زيت كده، وحطيت فيهم قطع الدهنه الصغيره ديت كده، واقلب فيها واسيبها كده، اوطي عليها النار واسيبها لغايه ما تنزل العصاره اللي فيها او الادام اللي فيها كده خالص. بس اهم حاجه على نار واطيه، لان لو عليت النار هتلاقيها شعوطت منك واتحمرت منك بسرعه، وهي تكون لسه فيها ادام ما نزلتش كل اللي فيها. بص بقى على نار واطيه. بص نزلت كل الكميه، ما انا كنتش حاطه زيت طبعا. الكميه دي كده كلها كنت حاطه حوالي معلقتين 3. بص كميه الادام هي دي بقى. الكميه الادام ده هو اللي بيدينا طعم للخضار بتاعي، سواء باميه او اي خضار، كانك عاملاها بلحمه بالظبط. تمام. بلم كده اللي هو البواقي دي، حتت الدهن حابه تسيبيها تمام ما بتبانش، بس انا لميت منها شويه كده يعني عشان ما تبقاش كتيره في الاكل. تمام. بجيب البصله بتاعتي كده ببشرها وبحطها مع الدهنه والادام اللي على النار دوت، وبديها تقليبه كده كويسه. تمام. حابه تقطعيها قطعيها تمام زي ما بتحبي، حابه تبشريها ابشريها. ده بصل ابيض حوالي بصلتين كده صغيرين او وسط كده، وعطيتهم تشويحه كده في الزيت بتاعي. ما بحمرهمش جامد يعني، ما بحبش البصل يكون متحمر جامد. أه. وبحط عليه الطماطم، طبعا الطماطم معصوره في الخلاط ومصفيها. عايزه اقول لكم ان البصل الابيض ده حلو قوي في الاكل، بيدي تسكيره للاكل حلو قوي كمان. نص معلقه السكر دي يعني صراحه، يعني انا ما كنتش اعرفها، بس بقيت لما عرفتها بقيت احطها على الطماطم. اولا بتضيع الحموضه بتاعه الطماطم، غير كده بتدي تسكيره للصلصه، بتخلي طعمها حلو قوي. يعني انت حتى ما بتبانش في الاكل ان حاطه شويه سكر او حاجه، بس بتحسي ان الصلصه طعمها حلو في بقك يعني. كده اتسبكت معايا، بس بكاش الاخر لاني بحط الباميه عليها تكمل تسبيكه فيها غلوتين فيها كده، وبعد كده بزودها.
بزودها بقى ميه، بزودها شوربه، بزودها يعني ايه الموجود عندي. تمام. انا لو ما عنديش ميه انا ما عنديش شوربه، بحط عليها بكملها بميه، وبحط عليها بحط عليها مكعب مرق. مكعب مرق ده عايزه اقول لكم بيفرق جدا في الاكل، بيدي طعم حلو قوي قوي في الاكل. بس انا اليوم ده كنت عامله فراخ وشوربه، وكملتها شوربه، حطيتها تكمل سوا في الشوربه. عايزه اقول لكم والله كانت طعمها حلوه جدا، يعني كانك عاملاها يمكن بلحمه، واحلى كمان لو عملتها بلحمه مش هتطلع بالحلاوه دي. عجبتهم في البيت خالص يعني بصراحه. بديها تقليبه كده مع الصلصه، واسيبها تغلي غلوتين. هسيبها تغلي غلوتين في الصلصه قبل ما اضيف لها اي حاجه، تكمل تسبيك الصلصه مع الباميه. تمام. لسه طبعا هضيف التوابل بتاعتي، وهضيف فصين توم بفلفل اخضر بدقهم كده في الهون. لو عندك متفرز تمام، وبضيفهم عليه، بسيبها كده تغلي، وبعد كده بضيف لها بقى ايه الشوربه بتاعتي او الميه زي ما قلت لك، او الموجوده عندك. بص بقى، انا بروح جايه بقى ضايفه التوابل، شويه ملح، شويه فلفل اسمر، شويه كمون، وادي مكعب المرق اللي بقولكوا عليه. بحطهم كده عليه واسيبها تاخد وتدي كده مع بعض. طبعا هنا كنت بص كانت داخله في السوا، وكنت ايه ده كملتها شوربه وسبتها ايه تستوي وتكمل سواها. هسيبها كده تكمل سوا، تاخد من طعم التوابل دي. طبعا عندك ورق لورا ممكن تحطي، عندك عود قرفه ممكن تحطي. يعني بصراحه التوابل دي زي ما تحبي، انا يعني ما بعيدش حد بتوابل معينه. انا ممكن احط فلفل اسمر وانت تحبيش الفلفل الاسمر، فزي ما بتحبي التوابل تحبي تحطها حطيها. دي معلقه توم كده بفلفل اخضر دقيتها في الهون. عايزه اقول لكم معلقه توم دي بتفرق كتير في الخضار، بيدي طعم حلو قوي. هسيبها كده تستوي وتروح وتيجي كده مع بعض، واسيبها كده تستوي، هي خلاص داخله في السوا كده. يعني انا بحط التوم في الاخر يعني عشان ايه ريحته ما تروحش. مع كتر الغليان ممكن ريحته تروح، بس انا بحطه في الاخر عشان يبقى ريحته لسه موجوده. بص بقى جميله بقى، جنب شويه رز بالشعريه بقى، وشويه جنبها بقى، عايزه تعملي جنبها فراخ، عامله زي ما انت عايزه. تمام. حابه تاكلها بعيش برضه تمام، مع بتنجانيه كده مقليه كده مملحه، بتبقى طعمها في منتهى الجمال، زي ما انت تحبي. وده كان الفيديو بتاعنا، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.